قومي حضري أطيب حلو اقتصادي، طبقات من البودنج مع البسكوت، قوام ناعم، طعم خفيف وحلاوته مظبوطة، بيشهي من أول لقمة. أول شي بتجيبي طنجرة أو كزرولة، بتحطي فيها لتر حليب كامل الدسم وعليه 3 معالق كبار نشا و3 معالق كبار طحين ونص كاسة سكر وصفار بيضتين. حركيهم على البارد، بعدين ارفعيهم على النار مع التحريك المستمر، وأول ما يبلش يتقل القوام حطي معلقة صغيرة فانيلا. حركي شوي ليصير القوام متماسك، بعدين اسكبي الخليط هذا بصحن وغطيه منيح بنايلون شفاف لحتى ما يدخل عليه الهواء وخليه يبرد. هلأ بجود تاني حطي نص كاسة كريمة حلويات بودرة مع نص كاسة حليب بارد وباكيت قشطة، اضربيهم بالمضرب الكهربائي 10 دقايق، وبس برد خليط البودنج ضيفي نصه على الكريمة وارجعي اضربيهم سوا ليصير القوام كريمي ومتجانس متل هيك. بعدين الكمية اللي بقيت من البودنج رح ننكهها بالشوكولاتة، اضربيها بالمضرب الكهربائي لتصير ناعمة، وجيبي كزرولة حطي فيها 100 جرام شوكولاتة مع نص كاسة حليب وباكيت قشطة، وحطيهم على النار ومش ضروري يغلوا بس لحتى يدوبوا. ضيفي خليط الشوكولاتة على البودنج على مراحل ليصير القوام ناعم وكريمي، ولنزيد دسامته حطي عليه معلقتين كبار كريمة حلويات بودرة، وهاد اختياري. هلأ بالبايركس بتصير تصفي حبات بسكوت الشاي وتشربيهم بالحليب مع النسكافيه أو حليب لحاله، وأول طبقة من البسكوت خليها طبقتين بتكون متماسكة أكتر. فوق طبقة البسكوت حطي طبقة البودنج وبلشي باللي بدك إياه، إن كان بودنج الفانيلا أو الشوكولاتة، وهكذا لتخلصي كمية البودنج أو لتكتفي بحجم القالب. وزيني الوجه باللي بدك إياه، ممكن ترشي عليه كاكاو خام أو تذوبي شوكولاتة وتسكبيها على الوجه أو حتى بالفواكه. أنا زينتها بنقط من الشوكولاتة الدايبة وعملت فيهم حركة بعود خشب، ودخلي القالب التلاجة أقل شي ساعتين حتى يتماسك، بعدين قطعيه. مش عادي قديه هذا الحلو كريمي وناعم، جربيه ورح تعشقيه من طراوته وسهولته، فعلا بيدوب بالتم. وصحتين وهنا.